جوزيف زينباور مدرب الرجاء الرياضي الذي لم يعرف طريق الخسارة بالبطولة هذا الموسم. 28 مباراة على التوالي دون هزيمة، رقم يريد المدرب الألماني تكريسه خلال الديربي ضد الوداد. تركيزنا منصب على مباراة الوداد. هي مباراة خاصة وصعبة ضد فريق قوي يتوفر على لاعبين جيدين. يجب أن نقدم كل ما لدينا. معنويات اللاعبين مرتفعة بعد الفوز على نادي اتحاد طنجة. أشعر أن فريقي جاهز لهذه المواجهة. الفريق الأخضر صاحب أقوى خط دفاع بالبطولة يدخل مباراة الديربي بصفوف مكتملة باستثناء غياب المدافع إسماعيل مقدم بسبب جمعه ل4 إنذارات. نتدرب جيدا لمباراة الديربي. نعرف قيمة وأهمية هذا اللقاء عند اللاعبين والجماهير وتاريخ الفريق. نحن في حالة نفسية جيدة ونتمنى أن نحقق الفوز. مباريات الديربي تيكون لها واحد الطعم خاص، تيكون واحد التنافس قوي، وحنايا فريق هذا العام كاين جروب ديال ولاد الناس الدراري تيخدموا. الجمهور واخا ما يكونش معنا راه بحال معنا، حنا لاعبين وبحال كاينين معنا، بحال تيشجعونا، وحنا نحاولوا نفوزوا باش نفرحوا الجماهير الرجاويه ان شاء الله. جوزيف زينباور أدار ظهره لكل السيناريوهات المتعلقة بحسم اللقب، ولا يفكر سوى في مباراة الديربي. الرجاء على موعد مع مباراة حاسمة ومصيرية ضد الوداد، والعين على نقاط 3 ستؤجل الحسم في هوية بطل المغرب إلى الجولة الأخيرة.